الشاعر رضا الطهطاوي طبعا الشاعر معروف كبير وشريف حافظ السوهاج ومحافظات الصعيد. كيف دشنت حل لقضايا الرجل؟ شكرا للتلفزيون الصعيد وشكرا لجمعيه اولاد موسى ادتنا الفرصه ان احنا نتواجد في هذا المكان الكبير وفي هذا اللقاء الطيب مع حضرتك انا دوري كشاعر اني اكون بناء في اكون اكتب الكلمه اللي تخدم على قضايا المجتمع، من ضمن قضايا المجتمع والمراه هي مشكله الزواجيه. احنا من حوالي 5 سنوات كان السيد الرئيس مشكورا يطرح موضوع الطلاق ومدى خطورته على المجتمع، ودائما حتى كان يقول لفضيله الشيخ الازهر يا مولانا عايزين المشكله دي حلها حل جذري مشكله الطلاق، لان المشكله مستفحله، كل ما الاسره تدمرت انتجت عنها ناس اطفال في المجتمع لهم سلبياتهم من ناحيه الجريمه بشكل مختلف. حتى ان يعني قياده الدوله العظيمه عملت اعداد وتاهيل للمقبلين على الزواج، اعداد وتاهيل جسماني نفساني اجتماعي كده، بحيث يعني الاسره تبدا بدايه سليمه على اسس قويه، ما يبدا شهرين 3 ولا سنه ويحصل انفصال. احنا عملنا بريك اسمه لا للطلاق، بريك كبير وجميع تلفزيونات مصر اذاعته ومعتمد بشكل رسمي في التلفزيون المصري اسمه لا للطلاق. استاذ محمد مشكورا احنا بيننا تعاون قوي جدا من الناحيه المجتمعيه مع جمعيه اولاد موسى، هي عملناها ولكن صدر اعلان بتاعها كويس، لان احنا كان لازم نقول شكرا لرجال الشرطه لدورهم المجتمعي العظيم في حمايه الجبهه الداخليه عليهم. عملنا اغنيه حياه كريمه مع ايضا تعاون مع جمعيه اولاد موسى، وحقيقه الاستاذ محمد لا يبخل ابدا باي مبلغ مالي لدعم اي قضيه مجتمعيه واحنا بنقدم له كل الشكر. مشكله الزواج مشكله مهمه جدا في القضيه الاولى اللي هي موضوع الطلاق. الاستاذ محمد تفضل من البدايه وقال ان هي البنت مش عارفه رايحه فين ولا ليه ولا هتعرف تربي ولا هتقدر حتى تبني اسره سليمه، بالاضافه الى الصدمات النفسيه والمجتمعيه اللي هتعانيها في موضوع الزواج.